السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد خارج نطاق المطبخ. شايفين بقى؟ ايوه والله خارج نطاق المطبخ، حاجه كده قلنا بقى نغير، نطلع مع بعض بره كده. وجايه لكم فيديو بجد هيعجبكم كتير قوي، وان شاء الله كلكم ان شاء الله هتسألوا فعلا فين المكان ده من جمال الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله. شايفين بقى الجمال ده؟ اي حاجه فعلا زي ما انتوا شايفين في عنوان الفيديو، اي حاجه ب20 جنيه. فعلا فعلا حاجات تحفه، بجد اقسم بالله الماتريال بتاعها جميل جدا، يعني هتعجبكم قوي. كل حاجه هتشوفوها قدامكم، كل ما يخص المطبخ، كل ما يخص الميك اب، حتى الديكورات، ورد، أي زينة محتاجينها، كل حاجة ممكن تحتاجوها للمطبخ وللبيت وحاجتك الشخصية كمان هتلاقيها في المكان ده. بجد حاجة زي ما انتوا شايفين كده. حتى الأشكال بتاعت الشوكولاتة اللي هي السيليكون زي ما انتوا شايفين بجميع أشكالها، وكمان المعالق السيليكون، في منها الستانلس وفي منها السيليكون، في كمان الخشب، والأطباق اللي هي الكب كيك اللي هي السيليكون. وكمان شايفين بقى من جميع بقى سكاكين، معالق، شوك، قطاعات، كل حاجة ممكن تتخيليها وكل حاجة بيتك يحتاجها هتلاقيها في المكان ده. وأي حاجة سعرها موحد، يعني كل حاجة 20 جنيه، كل حاجة 20 جنيه. تحفة، تحفة بجد. حاجات كتير جدا جبتها من هناك وجربتها، والله مش برفع لكم أي فيديو غير عن تجربة، أكون جربت الحاجة وعجبتني وكانت ممتازة كمان معايا، فببدأ أرفعها لكم. كمان هتلاقوا هناك حاجات زينة أعياد الميلاد، وكمان هتلاقوا حاجات للسباكة، وكمان هتلاقوا أقفال ومفاتيح، كمان هتلاقوا مفكات، كل حاجة، متر، كل حاجة هتلاقوها هناك. هنا شايفين في كل أدوات المطبخ، وكمان التزيين للمطبخ ولعب أطفال وسكاكين مقصات، كل حاجة ممكن تتخيليها هتلاقيها. قطاعات الطرنش ده أنا كنت جايباه برضو، ما شاء الله جميل جدا. ودي الأطباق السيليكون اللي انتي ممكن تعمليها في الكوب كيك وتدخليها في الفرن. وكمان هتلاقي أجندات، اندكس، بلوك نوتس لأطفالك، قصص، حاجات جميلة جدا. وهنا كمان طبعا عندك مساحات الإزاز والجاروف، كل ما يخص المطبخ. وهنا كمان هتلاقي شامبوهات، منظفات، مناديل، دي كده طبعا حاجات للمطبخ، وكانت جميلة جدا. الاسبونشة دي بالإيد بتاعتها طبعا شكلها تحفة. وكنت بصراحة يعني أنا مش أول مرة أروح المكان ده، فحبيت بصراحة لما بلاقي حاجة حلوة زي كده وفرص بصورها لكم. كمان عندك ملمع الإزاز، ملمع الخشب، كمان ما عندك الديتول، كريمات، عندك كمان بص المكان شامل كل حاجة، المكان مخلاش حاجة إلا وفرها لنا. الحاجات دي بتتحط على المطبخ للتزيين، مناديل، آه، ورق فويل، كل حاجة تحتاجيها لبيتك هتلاقيها في المكان ده. هنا معطرات بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها، وكل ده ب20 جنيه. أقصى حاجة ممكن تلاقيها وتختلف معاكي تكون سعرها 25 جنيه بس. تحفة بجد، حاجات تحفة. كمان هتلاقي كل أنواع الميك اب اللي ممكن تحتاجيه، وكل الماتيريال بتاع الميك اب، الماتيريال بتاعت الحاجة جميلة جدا. أنا جربتها، ولو ما جربتها ولو مش جربتها وطلعت حلوة والله ما كنتش هرفع الفيديو، فعلا عن تجربة. وكمان الزيت، حمامات الكريم، كريمات للبشرة، معطرات للجسم، كل حاجة كل حاجة، سبراي، ميك اب، روج، كل حاجة. يعني فعلا فعلا المكان موفر حاجات ممتازة. شايفين انا ما سبتش حاجة إلا لما صورتها لكم فعلا، من اكسسوار بصوا ما شاء الله، اكسسوارات، جميل اكسسوارات، توك، آه كل حاجة هتلاقيها. شايفين بقى الجمال؟ هنا بقى طبعا اكسسوارات كتيرة في كل مقاسات أطفال. شايفين كمان حتى الأطفال مش سايبين أي حاجة يخص الأطفال هتلاقيها هناك. هنا فرش
وهتلاقي كمان امشاط وحاجات جميلة قوي. هنا طبعا بقية الحاجات دي للتلاجة لو محتاجاها، طبعا ألمونيا. طبعا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. كل اللي هتحتاجيه طبعا من بلاستيكات هتلاقيه، ازايز. طبعا هنا حاجات منظمات للتلاجة. جميع البلاستيكات اللي هتحتاجيها، مصافي. شايفين الحاجات جميلة، شايفين والبلاستيك بتاعها نضيف والله، جميل جدا. يعني حاجات فعلا فعلا، يعني فعلا فعلا لو هنقول لا مش هنجيبها ب20 من بره، لو هنروح نشتري الحاجات دي مش هتكون بالاسعار دي خالص. فان انت تجيبيها ب20 جنيه، 3 اطباق من دول كان تحفة للتسالي، ب20 برضو. وهنا كان طبعا بقية البلاستيكات، وهنا طبعا في الزمزميات بقى للمدارس، لانش بوكس. كل حاجة تخص أطفالك وتخص بيتك، تخص المنزل، المطبخ. هنا شايفين بقى البراد القمر ده، كان تحفة تحفة تحفة. عجبني قوي لونه ابيض، وكمان عجبني منه الاسود بصراحة. حاجة كده عظمة، حاجة كده شياكة جدا. عندك طبعا الطواجن. عندك طواجن فخار، وعندك طواجن ازاز، وفي كمان عندهم ازاز بيخش للميكرويف والفرن، حاجات اطباق، حاجات تسخني فيها الاكل. بصراحه حاجات جميله قوي، عجبتني قوي. يعني انت تروحي المكان ده بجد يبقى محتاجه معاكي، بصي فلوس فلوس يعني، من كتر جمال الحاجه مبتبقاش عارفه تشتري ايه ولا ايه. الطواجن دي طبعا بتبقاش متوفره، وكانت بتبقى غاليه والله. انا كنت بسأل على الطاجن بيعدي 60 و70 جنيه قسما بالله. هناك الطاجن ب20 جنيه، وفي عرض التلاتة ب60. اللي هم يعني تدريجيا. بصراحة تحفة بصراحة. هنا طبعا بولات، كل حاجة هنا بتتباع طبعا بالطبق، مش بتتباع يعني في سادة وفي مشجر، مش بيتباع بالطقم. ممكن انت تشكلي تعملي طقم زي ما انت عايزة، من كمان البلاستيكات. وهنا الاطباق دي كانت عجباني قوي السادة، بصراحة شكلها بيبقى تحفة. في تقديم بتبقى شكلها واضح، يعني بتبقى ظاهرة الأكل أكتر. هنا برضو حاجات للزينة للمطبخ. وهنا معطرات للجسم، برفن. كل حاجة كل حاجة هتلاقيها، بجد ما سبتلكوش مكان لما صورته لكم. هنا كمان، كمان تزيين الشقة ما سيبناهوش. الورد، الفازات. بصوا الفازة دي أي فازة ب20 جنيه، حاجة جميلة جدا، شكلها شيك قوي. وحاجة تحف كمان تحفة. يعني في حاجة كمان هوريها لكم دلوقتي، هتشوفوها جميلة قوي. من الحاجات اللي ممكن تحطيها على الترابيزة بتاعتك بتاعة الأنتريه. شايفين اللطقم دي؟ أنا أختي خدت منها وشكلها تحفة جدا عندها ما شاء الله. شايفين؟ وهنا كمان آيات قرآنية، شايفين الجمال؟ وكمان اللوح بتاعة الحيطة ما شاء الله. شايفينه؟ كمان اللبس الداخلي، كل حاجة هتلاقيها في المكان ده. شايفينه؟ من طرح. المكان ده مسابش، هو كأنك نزلتي سوق. بصي كل حاجة هتلفي تلاقيها في نفس المكان، مش هتجيبي ولا تخرجي تجيبي حاجة من بره. كل حاجة في نفس المكان، حتى لعب الأطفال، حتى حاجة أعياد الميلاد، تزيين أعياد الميلاد، كتب الكتاب. الحاجات دي كلها هتلاقيها هناك، وأسعارها بصراحة يعني جميلة جدا. بصراحة يعني مفيش حاجة، احنا دلوقتي عشان نجيب حاجة من ال20 جنيه أولادنا بياخدوها يصرفوها كده، متبقاش عاجباهم كمان. تخيلي بقى تروحي تجيبي أي حاجة انت عايزاها وتفيد بيتك ب20 جنيه. شايفين؟ دي حاجات بقى الزينة والأعياد الميلاد ولعب الأطفال، وطبعا المفرقعات بتاعت عيد الميلاد، كل حاجة. هنا بقى كانت منى كانت واقفة بتختار لعبة بقى مع بعض هنا. طبعا كلنا عارفين الأطفال من كتر اللعب والحاجات اللي بتبقى قدامهم في تردد، بس المفروض إن احنا نعلم أطفالنا إن يكون في قناعة. إن يعني خدت حاجة زي 10 حاجات في واحدة، زي 2، زي 3. أهم حاجة يكون في رضا في الحاجة اللي بتاخدها، يكون في قناعة. فطبعا هي بصراحة هي ما شاء الله عليها والله العظيم بجد، مش عشان بنتي، هي الحمد لله فضل من ربنا قناعة جدا. أي حاجة وأقل حاجة بترضى بيها. فكانت بتقول لي يا ماما بص، هي بتدور على لعبة تستفاد بيها، يعني حاجة تنمي ذكائها.
تقول لي اللعبة دي يعني دي بتنمّي الذكاء يا ماما، فأنا عايزة يعني حاجة تنمّي ذكائي. فما شاء الله عليها ربنا يحفظها يا رب هي وأولادنا وأولادكم يا رب. شايفين حتى الحاجات الشياكة القمر دي الفستان ده، اللي هي الفوطة بتحطيها في المطبخ كده، بتعلقيها تنشفي فيها دي كده تحفة بصراحة وحاجات جميلة جدًا.